والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا مشاهدين قناة الروضة، الله يحييكم على اليوم في هذا اليوم المبارك. واليوم الحقيقة أن جميع الشعب السعودي يفتخر بهذا اليوم اللي هو يوم توحيد المملكة العربية السعودية اللي يوافق 83. في هذا اليوم الوطني استضافنا الشيخ مشعل بن غزاية الدغمي في منزله الكائن بقارة. والحقيقة الشيخ مشعل بن غزاية الدغمي من الناس اللي دائما يحث على فعل الخير وعلى فعل التكاتف. والحقيقة استضاف اليوم الوطني ببيته، والحقيقة هذا شيء طيب. والحقيقة حنا نشجعه، وحنا ما فتحنا هالقناة إلا لخدمة هالوطن وخدمة تراث القبيلة. الآن بيتكم الله محييكم. الله يسلمك أبو ركان. اليوم أنت استضفت اليوم الوطني 83 ببيتك. الحقيقة نبغى وش فيها اليوم من فقرات إن شاء الله راح تقدمونها لنا اليوم والمشاهدين قناة الروضة بنعنزها. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 83، ومن خلال قناة الأصالة والتراث قناة الروضة، نبارك الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بهذا اليوم، ونبارك الولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ونبارك الأمير المنطقة فهد بن بدر بن عبد العزيز، والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم. وحنا طال عمرك نشكر قناة الروضة لتلبيتها هذه الدعوة، ونشكر اللي يدعمون القناة، وعلى رأسهم الشعلان شيوخ الروضة والشيوخ القلاس كافة. نشكرهم على دعمهم للقناة قناة الروضة، ونشكر العاملين عليها يا أخ مجبل، وانت على رأسهم انت والأخ محمد صفوق العبدري والأخ فارس مقلد أنصير الرويلي. وحنا نشكركم ونطلب منكم المزيد، الله يطول عمرك، بحيث أن هذه القناة مثل اليوم هذه عملت خدمة للوطن. نعم. مثل اليوم الوطني هذه عملت خدمة للوطن طال عمرك، ونشكركم على هالعمل الطيب هذا طال عمرك. الله يسلمك. والله محييكم، والبيت بيتكم. الله يحييك. وحنا نتشرف طال عمرك باستضافتكم بهذا اليوم المبارك، يوم الوطن هذا طال عمرك نعتبره يوم عيد للشعب السعودي كافة. الله يطول عمرك. والحقيقة أن ما ننسى أعزائنا مشاهدين قناة الروضة صاحب المواقف الأمير نواف بن فواز الشعلان والأمير النوري بن فواز الشعلان، ونعم بهم على دائما على توجيهاتهم السديدة أن تكون قناة الروضة خدمة وطنية للجميع، وخدمة نحث فيها على التكاتف الوطني والتكاتف، وكلنا الحمد لله إخوان ما بين القبائل الأخرى. وأنا نقدم لهم التهنئة باليوم الوطني، وإن شاء الله أن بلدنا أمن وأمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله. ولا أنسى أخواني في قناة الروضة الأخ طلال دحام الشعلان، والأستاذ عبد الله فالح وبدر الدهرش والمنشد فهد الدغماني. ونعم. كما أشكر وتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ حسين صفوق الرويلي. الحقيقة يستاهل الشكر. نعم، يستاهل الشكر والتقدير على إهدائه للقناة كاميرا بقيمة $15,000 أمريكي. والحقيقة أني أحييه من هالمنبر. جزاه الله خير. جزاه الله خير. وهذه تعد من أفعاله الطيبة. أي نعم. لكن أبو ركان بسألك اليوم وش فقرات اللي هي من تراث الروضة الخادم الحرمين الشريفين، وش الفقرات اللي حابين اليوم يعني احنا نشوفها اليوم؟ والله الفقرات حنا اليوم الله محييكم فيه طال عمرك فقرات شعبية. فيه فقرة هقيلي، وبيوت شعرية بالملك، وبالملك عبد الله بن عبد العزيز الله يحفظه. وبمناسبة اليوم الوطني
وفي طال عمرك أبيات على طريق الحداء، نعم. عبر الخيل. إيه. وفي طال عمرك دحة. أي نعم. وباقي التراث، تراث الرولة، كل ما عندنا من تراث الليلة نجي. تسلم. على أساس اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تسلم. هذا عيدنا طال عمرك وفرحانين به، ويستاهل الوطن. نعم، يستاهل الغالي ويستاهل اي نعم كل شيء اليوم الوطني. والله يعطيك العافية يا الشاعر مجبل عياد الرويلي. احنا نشكرك على هالمواقف الطيبة. تسلم. ونشكر كل العاملين على القناة. تسلم يا بركان، الله يعطيك. ونطلب منكم المزيد. تسلم الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال قناة الرويلة أحب أن أهني خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز على البيعة في هذا اليوم الوطني الموافق يوم الاثنين 17/11/1434 هجري، وأبارك لولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز، وللنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرم بن عبد العزيز، والصاحب السمو الملكي وزير الداخلية محمد بن نايف، وأهني أمير منطقة الجوف، وأهني الأمة العربية والإسلامية وكافة الشعب السعودي في مناسبة هذا اليوم الوطني، وكل عام وأنتم بخير، والله يوفقك يا خادم الحرمين الشريفين. وكذلك نحن نود أن نعبر عن مشاعرنا في مناسبة الاحتفال باليوم الوطني الذي تعيشه بلادنا الغالية هذه الأيام. وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله ويرعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير مقرم بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير المنطقة المحبوب يحفظه الله، وكذلك إلى كل مواطن سعودي، حيث الجميع يعيش هذه الأيام احتفال ذكرى اليوم الوطني 83 لبلادنا الغالية. في هذه الذكرى قام جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتوحيد أطراف الجزيرة العربية، وأسس بلادنا المملكة العربية السعودية على أساس متين وقوي تستند فيه على الشريعة الإسلامية السمحة. وأود أن أسجل كما سجل التاريخ بهذا القائد العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه سجله الحافل، وعلى رأسه طالما نحن في مجتمع قبلي ومن خلال قناة الرويلة أن نذكر ما قام به الملك عبد العزيز من مشروع تبطين البادية، والذي استفادت منه قبيلة الرويلة كغيرها من قبائل المملكة المختلفة.
إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تسجل لهذا القائد، ومن ثم إلى أبنائه البررة الذين ساروا على نفس نهجه وعلى نفس سياسته، يحفظهم الله برحمته، كل من الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، يرحمهم الله، حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله ونصره. مثل ما نلمس ونشوف ما توصلت إليه المملكة من مكانة عالمية ودولية، وينعم المواطن بالمزيد من المصالح والمشاريع التي قامت وتقوم ولا تزال تقوم بها حكومتنا الرشيدة أعزها الله. أجدد التهاني للقيادة الرشيدة، وأعبر باسمي شخصيا وعبر قناة الولا عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة على ما تقوم به وما قامت به لصالح الوطن والمواطن، ونشارك المواطنين بجميع شرائحهم ومجتمعاتهم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، ونتمنى المزيد من الإنجازات والمزيد من الخير، وأن يسبق على قائدنا خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية. ونكرر المقولة له: دامك بخير يا أبو متعب فالمواطن بخير. ابنكم عبد الرحمن بن نبط الحفيناوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة السعيدة اليوم الوطني 83، هذا اليوم الوطني هو افتخار في ماضي الوطن واعتزاز بحاضره وتجديد ولاء للبيعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والنائب الثاني. وفي هذا اليوم نقول كما قال الشاعر: وطني وهل أحب سواه، روحي وما ملكت يداي فداه. نجدد في هذا اليوم السعيد البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو والنائب الثاني، ونقول كل عام وطننا بخير. أخوكم صحن دويش الرويل. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني 83، ونهنئ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ونهنئ صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني حفظه الله، وكل عام والوطن بخير. فايض بن عيد الرويلي. بالعيد مبارك لعبد الله، عيد الوطن ثالث العيدين يعزنا والفخر كله، والشعب في حكمكم راضين. على طريقة قبيلة الولا اهجيني اهداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اليوم بمناسبة اليوم الوطني 83.
الحمد لله رب العالمين. طبعا شرفنا الشيخ مشعل رزاي الرويلي في منزله الكائن بقارة بهذا اللقاء، ونحب أن نختم الجزء الأول على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في الجزء الثاني في منزل الشاعر مقبل الرويلي إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك العز للشاعر ناصر خلف الرويلي. يا وطن دام عزك للأبد، ظل أبو متعب قايد الشعب وعزهم، وأخوه سلمان له عقب وسند، ومقرن الصدور الجو قاد سربهم. أمير الجوف محبوبنا هو فهد، حكامنا هم ذخرنا وحنا جنودهم. مجدهم على بالراي السديد، وبتطبيق شرع الله ساد حكمهم. للوطن آل سعود وافين العهد، بالعصور الماضية شاهد أفعالهم من قديم بالبلد، وسطر التاريخ بالذهب أمجادهم. يا وطن كلنا دونك شهيد، لا من أعداك دق طبولهم. واختامها صلاة ربي يعد من صلى وسجد على نبينا خاتم الرسل وإمامهم. ملك العز للشاعر ناصر خلف الرويلي. يا وطن دام عزك للأبد، ظل أبو متعب قايد الشعب وعزهم، وأخوه سلمان له عقب وسند، ومقرن الصدور الجو قاد سربهم. أمير الجوف محبوبنا هو فهد، حكامنا هم ذخرنا وحنا جنودهم. مجدهم على بالراي السديد، وبتطبيق شرع الله ساد حكمهم. للوطن آل سعود وافين العهد، بالعصور الماضية شاهد أفعالهم من قديم بالبلد، وسطر التاريخ بالذهب أمجادهم. يا وطن كلنا دونك شهيد، لا من أعداك دق طبولهم. واختامها صلاة ربي يعد من صلى وسجد على نبينا خاتم الرسل وإمامهم. ملك العز للشاعر ناصر خلف الرويلي.